على ابو العداله اذا اكو بالعراق عداله. والله ليش؟ لانه اليوم الموظف، هسه اليوم الموظف الراتب الاسمي مالته ايش قد؟ 170,000 دينار. سؤال وين يوديهن؟ بيابطن يخليهن؟ قل لي. لو تلقى موظف اخر يستلم 250,000 دينار، المن ينطيهم؟ هي هاي العداله؟ هذا الانصاف؟ خاف ما عندك معلومه. مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاثه سنويا ايش قد؟ 350 مليار دينار. بعد بدل الايجار لكل برلماني عراقي شهريا مو سنويا، بدل الايجار لكل برلماني عراقي شهريا 3 ملايين. وهذا الانصاف؟ هاي العداله؟ واحد يستلم 170 وهذا بدل الايجار ماله 3 ملايين. عجيل الياور تدري قد اليوم التقاعد ماله؟ 61 مليون دينار. عجيل الياور شو مسوي؟ فجر الجسر؟ لا. شو مسوي؟ قاطع شارع؟ لا. باني له جسر؟ لا. باني مدينه؟ لا. محرر القدس؟ لا. شلون راتبه 61 مليون دينار؟ شلون؟ وانا عندي متقاعد شبع ضيم وشبع قهر ومعاناه. تدري لما طلع تقاعد ايش وقت طلع تقاعد؟ طلع تقاعد شاف عيسى بعينه يلا طلعوه تقاعد. بعد شو تريد؟ ايش قد يستلم؟ يستلم من 300 دينار الى 500,000 دينار. هو هذا انصافكم؟ هاي عدالتكم؟ ولذلك اليوم هاي رساله مهمه يجب ان تصل الى علية القوم. خلي يسمعون هذول النايمين، دول في حاله سبات. لذلك يجب ان تصل هذه الرساله بسلامه بامانه. يجب تعديل سلم الرواتب والكل تكون في حاله سواسيه. يعني هسه ما شبعت من 2003 الى الان، من 2003 الى الان ما شبعت. يعني هذا الشعب اللي قدم دماء وقدم شهداء ما يستحق ان يعيش كريم، ان يعيش ابيا؟ ما يستحق؟ معقوله؟ والله لكم وقفه امام الله عز وجل، وقفه صعبه. ليش؟ وقفوهم انهم مسؤولون. يعني لازم تاخذون الدرس. وين صدام؟ وين حسني مبارك؟ وين فلان؟ وين فلان؟ لذلك عينكم على شعبكم. الناس من تطلع تتظاهر على سلم الرواتب، ترى هاي الناس مو طالعه عن بطر، لا ابدا، طالعه من الضيم، من الجوع.